شنو سر التوفيق بهذا العمل؟ حارث. حارث. حارث رضوان الله عليه. رضوان الله على حارث. حارث وإيماننا بحارث. يعني أنا عن نفسي ومتأكد أنه الباقين كلهم كذلك، يعني عندهم نفس التوجه. احنا مصدقين بحارث. أنا من اليوم الأول أنا عايش بفاتحة حارث. امتدت شادر مال حارث عندي 5 سنوات. 5 سنوات شادر حارث منصوب عندي. شلون يعني صار لك 5 سنوات ببالك الموضوع؟ حارث يعني الفكره مال هذا العمل انطلقت من اي جعفر تاي. بالضبط. يعني هو انا من بعد استشهاد حارث ب 11 شهر تقريبا، مو سنه، 11 شهر. كان ويانا زميل عزيز تحياتنا له، احمد شاكر السوداني، مصمم اضاءه. فهو من اقارب الشهيد حارث يعني، وابن عمه اللي هو علي رزاق، الشخصيه اللي ظهرت بالمسلسل. حلو. فاجاني لقاني بتليفوني جاي اكتب، كان عندي تليفون هواوي بوقتها هسه اتذكر، كاتب شيء اسمه عنوان النقيب، قصه حارث السوداني، وبالملاحظات. فهو صديقي يعني. مدرسه قالت له شو تسوي؟ جاي اسوي. قلت له يابا جاي عندي موضوع هيك افكر اكتبها هاي. قال هذا قرايبي. حلو. فربطني بابن عمه اللي هو علي رزاق، اللي هو شخصيه ظاهره بالعمل. حلو. فمن خلاله. علي رزاق شخصية حقيقية؟ حقيقية. حلو. موجود، هو منتسب لكن شاطر جدا. وحارث كان يكلفه بشغل رضوان الله عليه، والعميد مناف حاليا النقيب مناف بذاك الوقت، فيعتمدون عليه. جيد. واحد حباب هو وخوز زلمه. فعلي بلشت ادردش وياه، قلت له علي انا بالميديا ما اصدق بي، مستحيل هاي القصه اللي بالميديا هي الحقيقيه مثل ما هي. فبلشت شوي شوي لان الحمد لله وصلنا لمرحله النور.